بتوع تعبنا من غسيل المواعين وعايزين غسالة الاطباق. تعالي شوفي النضيفة القمر دي، بصوا نظافة الدنيا فيها. ما تقوليليش بقى لا غسالة مواعين ولا مش قادرة ادعك ولا مش قادرة اغسل. بصوا الالومنيا بتاعتها مراية بتبرق. بصوا بتستخدم ايه بقى الغسيل المواعين بتاعتها؟ بتستخدم برو الصابون اللي هو بنغسل بيه ايدينا، اللي هو الصابون ابو ريحة ده. هي بتاخد البرو بتاعه وبتغسل بيه المواعين. بيقولوا ان ده اختراع رهيب لغسيل المواعين، بيخلي المواعين كده بتبرق، وبالذات الالومنيا بقى عندك بتخليها كده بتبرق زي ما انتم شايفين. دول تقريبا هتلاقيهم بقى في الهند ممكن، او في بلد من البلاد اللي احنا عارفينها، الصين اليابان الحاجات دي. هم بياخدوا المواعين بتاعتهم كده ويطلعوا يغسلوها في النهر عندهم. بس المواعين قشطه، هي الست قشطه، بيبان الست بتبان من مواعينها. اما بحب المع الالومنيا بتاعتي، عندي الصابونه اللي هي البني، فاكرينها زمان القديمه دي بتاعت اجدادنا، دي اللي كانوا بيغسلوا بيها على طول الهدوم ويغسلوا بيها كل حاجه. دي بتخلي المواعين قشطه. دي عندي من اول ما اتجوزت، لما بغسل المواعين وبخلص بحب المع الالومنيا بيها، بتخلي المواعين مرايه، بتطلع زي ما الجميله دي عاملاها. بجد فيديو جميل قوي، راحه نفسيه كده فيه. خلي البنات كده تتشجع كده وتنظف وتعمل جميل خالص خالص، انا عاجبني قوي. دي بقى الصابونه اللي انا بحكي لكم عليها، بصوا دي اللي انا بجيبها بنضف بيها المواعين بتاعتي. وبعدين الصابونه بتغيب، يعني انا الصابونه بتقعد معاكي سنين على فكره، فبتغيب بتقعد معايا ياما قوي. بس هي بصراحه بتخلي المواعين قشطه. بصوا دي برضو ست قشطه، بصوا بتنضف كده الفوط اللي هي بتمسح بيها البيت وبتمسح بيها البوتاجاز وكده. بصوا بتغسلها بالصابونه دي. هي جميله قوي الصابونه دي، اكيد ناس كتير عارفاها وعارفه ان قد ايه انا بتكلم ان هي سحر. وفي ناس كتير بتحب تستخدمها، وفي ناس طبعا بتكسل ما بتجيبهاش اصلا، وفي ناس ما تعرفش عنها حاجه. بس هي جميله، واي واحده ما تعرفش الصابونه دي وما تعرفش السحر اللي الصابونه دي بتعمله، لا هاتيها وجربيها واكتبي لي تحت في الكومنتات عملت معاكي ايه. وانا عارفه ان اكتر ناس هتعرف الكلام اللي انا بقوله ده الستات الكبيره، ربنا يديهم الصحه. الستات اللي هم زي الفل، اللي هم اصلا الله يديهم الصحه، احنا ما نجيش فيهم حاجه يعني. في كل اللي احنا بنقول لا احنا بنتعب وبنعمل وبنسوي، احنا ما نجيش فيهم ذره في اللي هم بصراحه كانوا بيعملوه. لان الناس دي كانت بتغسل على ايديها الغسيل، وبتغسل على ايديها السجاد، بتغسل كل حاجه. احنا جيل اتدلعنا شويه وبنقول ان احنا تعبانين. احنا كل واحده ربنا يقويها ويديها على قد صحتها ويديها على قد تعبها. بس احنا طبعا ما نجيش في امهاتنا حاجه وفي اجدادنا حاجه. ربنا يخليهم لنا يا رب ويديهم الصحه. انا بحب الفيديوهات دي قوي قوي، وعايزاكم انتوا كمان لو حبيتوا معايا الفيديوهات دي تكتبوا لي كومنت حلو شبهكم كده، وتشجعوا البنات تقولوا لهم يعملوا ايه، لان بنات اليومين دول محتاجه نصايح حلوه منكم. انا بحبكم جدا. انا شيماء غريب، لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي الكومنت الحلو اللي شبهك، وان شاء الله اجيب لكم فيديوهات حلوه قوي تبسطكم ودينا بنتبسط مع بعض. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع السلامه.